السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ معاكم احمد علاء واهلا بيكم في فيديو النهارده. في فيديو النهارده هنتعلم ازاي نعمل لعبه 2D بلاتفورمر جوه يونيتي. الفيديو ده هيكون من بلاي ليست مخصصه للبيجنرز، فلو انت بيجنر فاكيد هتستفيد معانا، ولو انت الليفل بتاعك ادفانسد اكتر فممكن تشوف الفيديوهات كمراجعه وبرضه هتستفيد معانا. قبل ما نبدا ما تنسوش تعملوا سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وبس كده يلا بينا. اول حاجه هنعملها يا شباب هو ان احنا نفتح اليونيتي هاب وبعد كده ندوس على نيو بروجكت، نختار من التمبلتس يونيفرسال 2 دي، وبعد كده نختار اسم البروجكت بتاعنا، نختار المكان اللي هنسيف فيه البروجكت ونعمل ديسيبل لكونكت تو يونيتي كلاود عشان مش هنحتاجها، وبعد كده نعمل كرييت بروجكت. طيب يا شباب قبل ما نعرف هنعمل اللعبه ازاي تعالوا ناخد فكره عن اليو اي بتاع يونيتي. عندنا اول حاجه الجيم ويندو، ده اللي بنشوف فيه الاوتبوت او بنشوف فيه الاكشوال جيم بتاعتنا. عندنا طبعا السين ويندو، ده اللي بنبني فيه اللعبه بتاعتنا. وعندنا برضو الهيراركي اللي بيكون موجود فيها كل الجيم اوبجكتس اللي احنا مستخدمينها. وعندنا برضو الانسبكتور، ده اللي بيخلينا نقدر نعدل على الخصائص بتاعه الجيم اوبجكتس. عندنا البروجكت بانل، ودي اللي بنقدر ان احنا نعمل فيها امبورت للاسيتس او بنخزن فيها الاسيتس بتاعتنا عموما. عندنا برضو الكونسول، ده اللي بيظهر لنا فيه الايرورز او لو احنا بنعمل ديباج لحاجه فبتظهر في الكونسول. طيب اول حاجه هنعملها هو ان احنا نروح للهيراركي ويندو، نعمل رايت كليك 2 دي اوبجكت سبرايت سكوير. تمام كده احنا عملنا الجيم اوبجكت ده عليه سبرايت ريندر وهو على شكل مربع او سكوير. طيب الجيم اوبجكت ده محتاجينه في ايه؟ ده محتاجينه عشان ده اللي هيكون البلاير بتاعنا، فاحنا هنروح هنا نعمل له رينيم نخليه بلاير. تمام، وممكن نخلي اللون بتاعه باللون الاحمر بالشكل ده. طيب عندنا بعد كده عايزين نعمل الجراوند اللي هيكون عليه البلاير بتاعنا، فهنروح برضو للهيراركي ويندو نعمل رايت كليك 2 دي اوبجكت سبرايتس، نختار سكوير برضو بالشكل ده، بس ده هنخليه جراوند. تمام، نسحبه لتحت شويه ونبدا ان احنا نسحب من الجنب ده ومن الجنب التاني برضو بنفس الشكل، وممكن نخليه على اللون الابيض مفيش فيه مشكله. فبكده نكون احنا عملنا الجراوند او الارضيه اللي اللاعب بتاعنا هيكون واقف عليها. طيب كلام جميل، عشان اللاعب بتاعنا يقدر ان هو يقف على الارضيه محتاج كذا كومبوننت، وده بيدخلنا لجزئيه الكومبوننتس. طيب ايه هي الكومبوننتس يا احمد؟ الكومبوننتس دي بتكون عباره عن ادونز او اضافات بقدر ان انا اضيفها للجيم اوبجكتس بتاعتي عشان اخليها تعمل حاجات معينه. تمام، طيب مثلا ممكن ناخد امثله على الكومبوننتس دي زي الحاجات اللي احنا هنحتاجها، وليكن زي ريجيد بادي 2 دي. ريجيد بادي 2 دي ده بيخلي الجيم اوبجكت بتاعتنا تقدر انها تتاثر بالفيزيكس والجرافيتي، بمعنى انها تقدر تتاثر بالجاذبيه وبالفيزياء. تمام، طيب احنا كده محتاجين الريجيد بادي 2 دي عشان نخلي اللاعب بتاعنا يقع ويخبط في الجراوند اللي هيمشي عليه. ومحتاجين برضو حاجه مهمه جدا وهي البوكس كولايدر 2 دي، فخلينا نجيب البوكس كولايدر 2 دي. تمام، وتاكدوا ان انتوا تختاروا البوكس كولايدر 2 دي مش البوكس كولايدر بس، لان ده هيخليه ال 3 دي. طيب البوكس كولايدر 2 دي بيعمل ايه؟ ده بيحط صندوق او بيحط بوكس بمعنى اصح حوالين البلاير بتاعنا عشان يخليه يقدر ان هو يعمل ريجسترنج للكوليجنز او ان هو يحس بالتصادمات. تمام، طيب زي ما احنا حطينا بوكس كولايدر 2 دي على البلاير عشان يقدر ان هو يخبط في الارض، فبالتالي هنحتاج نحط بوكس كولايدر 2 دي على الارض او على الجراوند عشان نخليها انها تقدر تتصادم مع البلاير. فنروح هنا نكتب بوكس كولايدر 2 دي نختاره، فهو هنا ضاف لنا بوكس كولايدر 2 دي على الجراوند اوبجكت بتاعتنا. وبرده ممكن ان احنا ندوس على العلامه دي بحيث ان احنا نقدر نشوف الكولايدر من هنا. المستطيل اللي باللون الاخضر ده هو الكولايدر بتاعنا. تمام، زي ما انتم شايفين نقدر ان احنا نكبره او نصغره، بس احنا مش عايزين ان احنا نغيره، فانا هعمل كنترول زد. فكده بقى عندنا البلاير بتاعنا وبقى عندنا الجراوند جيم اوبجكت. تعالوا نعمل ران ونشوف ايه اللي هيحصل. زي ما انتم شايفين اول ما عملنا ران لقينا ان البلاير بتاعنا وقع، يعني تاثر بالجاذبيه عشان هو عليه ريجيد بادي، وعمل تصادم مع الجراوند عشان هما الاثنين عليهم بوكس كولايدرز. طيب كلام جميل، دلوقتي ايه المطلوب اللي احنا نعمله عشان نخلي اللاعب بتاعنا يقدر ان هو يتحرك ويقدر ان هو يعمل الجامبنج؟ الحاجه اللي احنا المفروض نعملها وهي ان احنا نعمل سكريبت ونكتب كود باستخدام لغه السي شارب عشان نخلي اللاعب بتاعنا يتحرك ويقدر ان هو يعمل الجامب. فتعالوا نشوف هنكتب ايه وهنعمل الكلام ده ازاي. اول حاجه هنعملها هو ان احنا نروح في البروجكت بانل بتاعتنا ونعمل رايت كليك، نعمل create folder، نسمي الفولدر ده scripts بالشكل ده. ندخل جوه السكريبتس فولدر نعمل رايت كليك create mono behavior script، ونسمي المونو behavior script ده نتاكد من الاسم بتاعنا هنسميه player movement زي ما انتم شايفين بدون اي مسافات، عشان لو احنا حطينا مسافات ده ممكن يعمل لنا مشاكل بعد كده قدام في السكريبت. هندوس انتر وهتلاقوا ان هو عمل السكريبت عندنا.
ممكن يعمل يطلع الويندو ده مفيش فيه مشكله، ده بس ان هو بيحمل الحاجات اللي احنا ضفناها. طيب هنعمل بعد كده ايه؟ هندوس على البلاير موفمنت سكريبت بتاعنا مرتين، فبالتالي هيفتحوا لنا في الاي دي اي اللي احنا بنستخدمه. وانا هنا بستخدم فيجوال ستوديو كود، انت ممكن تكون بتستخدم حاجه تانية، مفيش مشكله، ممكن ان انت تكمل معايا وهتقدر توصل لنفس النتيجه. طيب عشان نخلي اللاعب بتاعنا يتحرك محتاجين الاول ان احنا نعرف الانبوت بتاع اليوزر. طيب هنعرف الانبوت بتاع اليوزر ازاي؟ باستخدام variable من نوع float، فهنكتب float ونسميه move ونحط السيمي كولون بتاعنا. تمام. طيب هنعمل بقى ايه؟ هنروح في الابديت بتاعنا، الابديت ده اللي بيشتغل كل فريم، طبعا اهو بيقول لك called once per frame، فهنروح عند الابديت ميثود ونكتب الموف variable بتاعتنا بيساوي input دوت get access. بعد كده هنفتح 2 براكتس، نحط 2 quotation marks ونكتب horizontal، نتاكد ان احنا كاتبينها صح عشان لو فيها اي تايبوز مش هتشتغل، ونحط السيمي كولون بتاعنا. فبكده انا خزنت الانبوت الهوريزونتال اللي هيجي لي من اللاعب في الموف فانكشن دي. ممكن بعد كده اعمل ايه؟ ممكن بعد كده استخدم الريجيد بادي كومبوننت اللي احنا قلنا عليه بيتاثر بالجاذبيه وبالفيزيكس عشان احرك البلاير. طب نعمل كده ازاي؟ الاول عشان ان انا اكسس الريجيد بادي محتاج ان انا اخد منه انستنس، فهعمل كده بان انا اروح فوق هنا واكتب ريجيد بادي 2 دي، ما انساش ال 2 دي، واسميه مثلا ار بي بالشكل ده. كده انا عملت له انستنس، هنزل بقى واعمل له initialization في قلب الستارت ميثود. كده انا عملت له declaration، هنزل اعمل له initialization في قلب الستارت ميثود. طب يعني ايه declaration؟ بمعنى ان انا بكتبه بس في الاول بدون اي قيمه، وبعد كده هديله القيمه بتاعته او هديله الريفرنس بتاعته جوه الستارت ميثود. طب هعمل كده ازاي؟ هقول له rb بيساوي get component، نحط علامه الاصغر منه والاكبر منه، ونكتب هنا rigid body 2D، ونحط 2 براكتس وسيمي كولون بالشكل ده. فكده اول ما اللعبه تبدا، طبعا عندنا هنا الستارت ميثود ده اللي بيشتغل قبل الابديت وبيشتغل اول ما اللعبه تبدا، هيروح يجيب الجيت كومبوننت من على البلاير اللي هو ريجيد بادي 2 دي، يخزنه في الار بي انستنس بتاعتنا عشان ان احنا نقدر نستخدمه في الكود. طيب ايه المفروض اللي احنا هنعمله بعد كده؟ بعد ما عملنا انيشاليزيشن للريجيد بادي بتاعنا هنطلع فوق عشان هنحتاج كمان فاريبل. طيب ايه الفاريبل اللي احنا هنحتاجها دي؟ هنحتاج الموف سبيد بتاع البلاير بتاعنا. طيب هنعمل ايه؟ هنكتب فلوت موف سبيد بالشكل ده، نحط السيمي كولون. هنكتب بقى في الابديت rb دوت linear velocity بيساوي new vector 2، نفتح الاثنين براكتس بتاعتنا، ندخل جوه البراكتس ونكتب move times الموف سبيد، وبعد كده نكتب كوما rb دوت linear velocity y بالشكل ده، نحط السيمي كولون بتاعنا. طيب تعالوا نفهم الستيتمنت دي عباره عن ايه. انا هنا بدخل على اللينير فيلوسيتي بتاعه الريجيد بودي، بقول له ان اللينير فيلوسيتي دي بتساوي الانبوت اللي جاي لي من اللاعب ومضروب في الموف سبيد او سرعه الحركه، وبالنسبه ده بالنسبه للاكس. طيب بالنسبه للواي فهنخليها نفس الفاليو بان احنا نكتب rb.linear_velocity_y. فبكده لو احنا عملنا كنترول اس عشان نعمل سيف للسكريبت وفتحنا اليونيتي، نسحب البلاير موفمنت سكريبت بتاعنا على البلاير، وبعد كده ننزل نعدل في الموف سبيد نخليها وليكن 10 ونعمل بلاي. لو جربنا ندوس على الاي والدي او السهم يمين والسهم شمال هتلاقي ان البلاير بتاعنا بيتحرك بالشكل ده. فبكده نكون احنا قدرنا نحرك البلاير. طب ازاي نقدر نعمل جزئيه الجامب؟ تعالوا نشوف دلوقتي. هنعمل ستوب ونفتح فيجوال ستوديو كود تاني، هننزل في الابديت ونكتب اف input dot get key، نفتح البراكتس ندخل جوه نكتب key code dot space، وبعد كده نعمل 2 squiggly brackets. الجمله دي معناها ان انا بجيب الانبوت بتاع اليوزر لو ضغط على السبيس ده اللي هو المسطره او السبيس بار، ده الزرار على الكيبورد اللي احنا هنشوف لو اللاعب ضغط عليه، فبالتالي هنخلي البلاير بتاعنا يعمل الجمب. طيب الجمب هنعملها ازاي؟ هنعمل rb دوت add force y، نفتح اقواس وندخل جوه البراكتس بتاعتنا، وهنا هنحتاج variable ثالث وهو الجمب فورس. فهننزل تحت نكتب public float
jump force بالشكل ده، نكتب السيمي كولون وننزل تحت نكتب الجامب فورس ونعمل كوما ونكتب فورس مود دوت امبلس بالشكل ده. فبكده نكون احنا عملنا جزئيه الجامب، بس لازم نعمل جزئيه الجراوند تشيك. طب ايه الجراوند تشيك وايه الفايده منه؟ الجراوند تشيك بيشوف لو اللاعب بتاعنا لمس الارض. طيب ايه الفايده منه؟ ان احنا على اساس الجراوند تشيك ده بنشوف هل اللاعب بتاعنا يقدر ينط ولا لا، لان لو ما فيش جراوند تشيك هيقدر اللاعب ان هو ينط في الهواء اكتر من مره، وده طبعا احنا مش عايزين. طيب عشان نعمل الجراوند تشيك هنحتاج فاريبل تاني، فهنطلع فوق ونكتب بول جراوندد، تمام، ونحط السيمي كولن وننزل تحت ونكتب علامه الامبرساند اللي هي بنجيبها من الشيفت ورقم السبعه نكتبها مرتين ونكتب جراوندد هنا. طيب ازاي برضو نعمل جزئيه الجراوند تشيك؟ جزئيه الجراوند تشيك احنا عايزين نشوف هل اللاعب لمس الارضيه ولا لا، فهنا هنستخدم التصادم او الكوليجن. فنطلع بره الابديت ميثود خالص ونكتب اون كوليجن انتر 2D، تمام، نخلي دي other، تمام، ده اسم الكوليجن. فهنا هنعمل if statement، نفتح البراكتس نكتب other dot game object dot compare tag، نفتح الأقواس بتاعتنا ونكتب هنا ground ونحط السكويجل براكتس ونكتب هنا grounded بتساوي true. طيب ده معناه ايه؟ ده معناه ان لو اللاعب لامس الاوبجكت اللي عليها التاج الجراوند اللي هي هتكون الجراوند، خليه لي جراوندد بترو. وهنعمل عكسها هنا، هننزل تحت نكتب void on collision exit 2D ونخلي دي other. طبعا انا بخليها other لان ده المتعارف عليه، ولكن انت ممكن تسيبها collision عادي، ولكن هتكتب هنا collision.gameObject مش other.gameObject. فهننزل هنا نكتب if statement برضو، نكتب other.gameObject.compare tag، نفس الحاجة هندخل جوه الأقواس بتاعتنا نكتب ground وننزل بالسكويجلي براكتس ونكتب grounded بتساوي false والسيمي كولون. فبكده يكون فاضل لنا خطوه واحده بس قبل ما نعمل جزئيه الجراوند تشيك. حاجه مهمه قبل ما نروح لليونيتي انجن ان احنا نخلي الابديت هنا فيكسد ابديت، تمام. الفيكسد ابديت بيتاكد بس ان احنا شغالين على كل الاجهزه بنفس الريتم اللي هو ب 60 فريم في الثانيه، تمام، لان ال 60 مره في الثانيه لان احنا عندنا اللعبه شغاله على 60 فريم في الثانيه. فلو في اجهزه ضعيفه ممكن اللعبه تكون شغاله 30 فريم، لو في اجهزه قويه ممكن تبقى شغاله 120 فريم. فاحنا الفيكسد ابديت بيتاكد ان احنا موحدين كل الفريمات دي بحيث ان مفيش لعبه تكون اسرع من الثانيه ولعبه ابطا من الثانيه، تمام. فهنخليها فيكسد ابديت، نعمل سيف، نروح لليونيتي انجن، وجوه اليونيتي انجن هنروح عند الجراوند ونروح عند كلمه التاج دي اللي احنا بنقارن بيها هل ده الجراوند اوبجكت ولا لا. هننزل هنا ونضيف اد تاج، نعمل علامه، ندوس على علامه البلس ونكتب هنا جراوند بنفس الطريقه اللي احنا كاتبينها في الكود ونعمل سيف، ندوس على الجراوند ونروح عند التاج تاني ونخلي التاج جراوند. فبكده لو نزلنا وادينا للبلاير فاليو للجامب فورس، هو هنا ب5 ممكن نخليها ب10 ونعمل بلاي. فبكده عندنا حركه اللاعب وعندنا الجامب، وزي ما انتم شايفين انا دلوقتي هضغط على زرار الجامب اكتر من مره، هو بينط مره واحده بس وما بيقدرش ينط وهو في الهواء. فبكده احنا شايفين ان الجراوند تشيك بتاعنا شغال. هنعمل ستوب، وبكده تكون انت عملت اساس كويس جدا للعبه 2D بلاتفورمر. واشوفكم باذن الله في الفيديوهات اللي جايه، وهنكمل شغل على نفس البروجكت ده وان شاء الله نوصله لحاجه كويسه جدا. اتمنى يكون الفيديو عجبكم واتمنى تكونوا استفدتوا. ما تنسوش اللايك والسبسكرايب لو الفيديو عجبكم، وشيروا الفيديو في كل مكان عشان اكبر عدد من الناس يستفيد. وبس كده، سلام عليكم.